الجمبري اللي فيه حرفيا قد كده. ايه الطبق الكبير ده؟ في طبق بالحجم ده؟ دول يا جدعان 3 اماكن جبنا منهم طواجن سي فود، الثلاثه طواجن ميكس سي فود اللي هي بقى فيها جمبري وفيها كالاماري وفيها بلح بحر، فيها صبيط، فيها بيض صبيط، فيها كمان بطورخ. 3 طواجن من 3 اماكن مختلفه، وتعالوا نشوف مين هيطلع احلى. باسعار بقى يا جماعه بتبدا من 490 لحد 795 يعني 800. يلا بينا نشوف جبنا من مين. بصوا بقى صح، اللي احسن مكان فيهم اقول لكم على اسمه في الاخر، يعني مش هقول لكم على اسمائهم دلوقتي، في الاخر بقى خالص هقول لكم اسماء الاماكن دي ايه وسعرها بكل التفاصيل. كده اول مكان، تاني مكان، وتالت مكان. طبعا احنا مدارين على الاسم، فبقول لكم ايه، تعالوا نبدا بالاقل سعر لحد اعلى سعر. اقل مكان بقى يا جدعان وهو اللي على اليمين، ووراه على طول ده، ووراه على طول ده. يلا بينا نشيل بسرعه ونبدا. اول حاجه بالمكان اللي هو ابو 495. نطلع سلطه وطحينه، كفر، عيش. انا مستغرب العيش تصدقوا. ويبقى الطاجن، هو الطاجن تحسه خاسس شويه. نفتح، هو جاي سخن قوي. بسم الله. ايه ده؟ ريحه السي فود يا جدعان خطيره، شكله طاجن دسم قوي. لا لا لا، ده ريحه السي فود تحفه. ايه ده؟ هي ريحه ميكس سي فود هتلاقيها فاحت في المكان كله. الطاجن شكله خطير بس باين عليه كوليسترول ايه. يا خرابي، دي بطارخ. ده بصوا بقى، واخد جمبري واخد كمان بطارخ. ده ايه؟ بس الجمبري نونو قوي. انا كنت حاسس ان الطاجن ده كان عايز ياخد وش مثلا شويه، يعني حاسه ما دخلش الفرن ولا دخل وطلعوه بسرعه ولا ايه بالظبط. وبصوا في بطارخ كتير قوي، بس هو شكله بطارخ وجمبري. تعالى ناخد الحته اللي فيها الوش دي بس ندوق الصوص ده ايه، ندوق طعمه نشوفه عامل ازاي. هو انا الصراحه مش عارف ايه الخلطه اللي معموله فيه دي. الجمبري اللي فيه حرفيا قد كده، تدفع في طاجن 490 جنيه يجي لك فيه الجمبري قد كده ليه؟ امال انا لو عايز الجمبري الجامبو الكبير ده هيبقى بكام؟ ب 2000 جنيه. تعالوا نجرب البطارخ، تعالوا نشوف البطارخ. انا عايز اوريكم الجمبري، المشكله ان هو مش باين. انا عايز اعرف الطاجن ده شكله عامل كده ليه، يعني هو الطاجن ده ما دخلش فرن ده شكله. بص دي حته بطارخ، تعالوا ندوق. هو بالظبط الطاجن ده يا جدعان عباره عن بطارخ وميني جمبري كده بالشكل ده. بسم الله. بطارخ حلو، هو في بطارخ كتير، بطارخ اكتر من الجمبري. ده ايه ده؟ مش عارف. هو الصراحه البطارخ حلوه بس مش ده الطاجن اللي انا كنت مستنيه، حرفيا مش ده الطاجن اللي انا كنت مستنيه. انا عايز اعرف هو شكله عامل كده ليه. تحسه مقطع، يعني تحس اللبن على البهارات على الكلام ده كله خلى الوايت صوص يقطع. مش فاهم ده وايت صوص ازاي ده. ايه ده؟ بص الجمبري بيعمل ازاي. انت عنده ايه؟ هو مفيش طعم جمبري، مفيش طعم حاجه. الصراحه انا مش مبسوط، ويا ريتني ما جبت الطاجن ده. تعالوا نجرب الطاجن اللي بعده، يعني 400 490 جنيه وطاجن مش مبسوط الصراحه. مش مبسوط خالص. انا شايف الطاجن ده ما يدفعش فيه 300 جنيه اصلا. تعالوا نعلي البادجت، ممكن لما نعلي البادجت تلاقي حاجات احسن. يلا بينا ندخل على الطاجن ابو 596 جنيه. شيل بس ايه الحاجات دي على جنب. الصراحه مش فاهم يعني ما بيعرفوش يعملوا سي فود بيعملوا ليه وغاليين. لا يعني طاجن شربات تشتريه ب 500 جنيه مثلا وحش جدا، مفيش قيمه خالص تاخدها. ايه الطبق الكبير ده؟ في طبق بالحجم ده. يلا بينا نشيل الحاجه دي. وكمان يعني خايفين يدخلوه فرن، عارفين عملوه كده اللي هو دخلوه فرن. ايوه ده تحس اللبن مقطع اللي محطوط في الوايت صوص. هو ده مش وايت صوص اصلا. من 490 ل 596 يعني 600 جنيه. يلا بينا نفتح. ايه ده الطاجن مش جاي لوحده، جايب معاه اخواته. استنى بس نطلعه كده، سخن جدا. اوه ده بص الوايت صوص مبهدل الدنيا. دي المبادئ المبشرة يا جدعان. اوه تعال نشوف ايه جاي معاه. ده رز صياديه عادي. الصراحه انا متفائل. بسم الله. واو، الريحه مبشره. الصراحه الشكل حلو احلى من اللي فات. انتوا عارفين يا جدعان كان ناقصه ايه؟ شويه موتزاريلا على الوش. صدقوني يا جدعان هتفرق في طعمه جامد قوي. المفروض ده فيه جمبري وفيه صبيط وفيه كمان بطارخ. ده ايه ده؟ دي بطارخ، في كمان الجمبري الصغير ده. ايه موضوع الجمبري الصغير ده؟ تعالوا نجرب الصوص لوحده الاول. باين عليه قوامه تقيل قوي. بسم الله. طعم الشوربه دسم قوي، بس الشوربه واخده نشا كتير هو اللي متقلها. تعالى الجمبري، بص دي معلقه فيها كل حاجه. معقوله الجمبري فيها صغير برضو، بس هي طعمها احلى من التاني بكتير طبعا. تعالى نجربها بالرز الصياديه. جمبري مع بطارخ مع ايه شويه رز. بس انا مستغرب الطعم مع ده مع ده. الطاجن اكله كده ما اكلوش مع رز. بسم الله. رز الصياديه حاسس ان هو عك قوي. لا لوحده احلى. في بطروخ كبير قوي في النص يعني يقطع كده وهو قوي قوي. بص البطروخ المفروض ان هو غرقان كده في الوايت صوص. يلا بينا على تالت مكان. الصراحه التجربه برده مش احسن حاجه، بس هي احسن من اللي فاتت. فاهمين يعني احنا كل ما بنعلى بالسعر بنتحسن شويه، مع ان انا شايف الاسعار عاليه. ندخل بقى على اخر مكان وهو ابو 795 يعني 800 جنيه. تشيل تين تين استلم. يلا بينا على الطاجن ابو 800 جنيه. كل ده عشان ده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ البوكس ده كله
عشان بالظبط حته طاجن شبه كده. ده البوكس ده ياخد واحده هنا وواحده هنا كمان، ياخد 3. يلا نطلع، افتح. شوف الطاجن ده ليه ب 800 جنيه طاجن شبه ده، مع انه طاجن صغير مش حاسه كبير. ايوه بقى، ايوه بقى، واخيرا بقى حد سمع كلامي وحط موزاريلا على الوش. ايوه يا جدعان، انا متفائل الصراحه، بس انا برضه حاسس كتير، حاسس 800 جنيه كتير على طاجن شبه ده. يعني انا شايف لو انتوا عيله انتوا محتاجين من ده، محتاجين مثلا 3 ولا 4. شوف بقى 3 او 4 من ده هيكلفوا كام. مفيش شده ولا ماده ولا اي حاجه. بسم الله. الطاجن ده احلى منهم، بس حاطين فيه فلفل اخضر اللي هو فلفل الكوبي جوه الطاجن، مبوظ طعمه خالص. طعم الفلفل واضح قوي. يا خرابي، بص البطارخ. الطاجن مشكلته ان طعم الفلفل الاخضر ده باين فيه قوي، اللي موحشه طعم الفلفل الاخضر. غير كده الطاجن حلو الصراحه. بقى بالنسبه للثلاث طواجن انا حاسسهم يعني مش دول انسب 3 طواجن انا ممكن اقول لكم عليهم. يعني ممكن بقى بعد كده اجيب لكم انسب اماكن بالسعر ده. يعني احنا جربنا 3 اماكن دول الصراحه، ولا مناسبين كجوده ولا مناسبين كسعر ولا مناسبين حتى ككميه. فهيبقى حرام عليا ان انا اقول لكم على مكان فيهم وما يطلعش احسن حاجه، فاهمين؟ لان الصراحه الثلاثه مش اقوى حاجه بالنسبه لي، بالنسبه للحاجات اللي انا جربتها مش اقوى حاجه خالص ولا انسب حاجه بالسعر ده. وبس كده يا جماعه، دي بقى كانت مقارنه 3 طواجن ميكس سي فود اللي فيه بطارخ وفيه كل حاجه. صراحه التجربه كاوفر اول مش لطيفه خالص من ال3 اماكن، مع ان اسعار خزعبليه. اسعار بتبدا زي ما قلت لكم من 500 جنيه لحد 700 جنيه. ال3 طواجن دول كلفونا 1890. انتوا عارفين يا جماعه ب 1890 دول لو كنا جبنا احنا سي فود وعملناه كنا هنجيب كميات محترمه وهنجيب حاجات خليني ساكت. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتكتبوا لي بقى افكار نعملها سوا، اماكن نجيب منها طواجن حلوه بسعر حلو. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.